ولادي بيتهموني اني ربيتهم قوي لدرجة انهم مش عارفين يتعاملوا مع المجتمع، ايه رأيك؟ طيب غالبا اللي بيسأل الأسئلة دي بيبقى ضمنيا نفسه يسمع انتي ربيتي ولادك احسن تربية، المجتمع هو اللي وحش. بس الحقيقة الكلام ده مش دقيق. هو في خبر وحش وفي خبر حلو، نبتدي بالوحش. التربية مش اني اطلع ابني بيقول نعم وحاضر وكده، ولو حد كلمه يبص في الارض. نعم وحاضر ده مش تربية، ده ترويض. زي ما اني اكل واشرب ده مش تربية برضو، دي رعاية. طب هي ايه التربية؟ التربية يعني بدي ابني حاجتين. الحاجة الأولانية هي القيم، الصدق، الأمانة، العمل، الإخلاص، يعني كل دي قيم. الحاجة التانية بديله الأدوات اللي تخليه يعرف يتعامل مع المجتمع. يعني إذا التعامل مع المجتمع ده ركن أساسي في التربية، فلو ابني طلع ما بيعرفش يتعامل مع المجتمع يبقى التربية فيها حاجة ناقصة أو فيها حاجة مش مظبوطة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو ابني اتعرض لظلم وما جابش حقه، أو على الأقل ما ساعاش إنه يجيب حقه، ما حاولش يجيب حقه حتى لو الحق ما رجعش، ده كده مش متربي، ده كده سلبي. لو ابني شخص كبير وتعرض لتنمر او حد كلمه كلام فيه تطاول ومعرفش يرد وسكت، ده كده مش متربي، ده كده ضعيف. لانه في الاخر مين هو المجتمع اللي هم مش عارفين يتعاملوا معاه؟ ما هم اكيد زمايلهم في الجامعه وفي الشغل والناس اللي بيقابلوهم في حياتهم. يعني اكيد اولاد حضرتك مش بيتعاملوا مع خارجين عن القانون مثلا عشان يبقى فعلا من حقهم ما يبقوش عارفين يتعاملوا. والمجتمع ده ما هم ناس زينا، فينا الحلو وفينا كويس وبنعمل حاجات كويسة وبنعمل دقات نقص. ولازم يبقى عندنا المهارات ونعلم ولادنا المهارات اللي تخليهم يتعاملوا مع ده. ومش شطارة ومش حاجة نفتخر بيها ان اصل ولادنا ما بيفهموش في الكلام ده وما بيعرفوش يتعاملوا مع الكلام ده. الخبر الكويس بقى ان حتى اذا احنا معلمناش ولادنا الحاجات دي والمهارات دي، الدنيا هتعلمهم والمواقف هتعلمهم. يمكن صحيح هتعلمهم بطريقة أصعب، بس في الآخر هيتعلموا، لأنه مفيش حد بيفضل كده إلا يعني بمزاجه بقى. يعني لو أنا لقيت إن أنا بتظلم وحقي بيتاخد وما ساعدش مرة واتنين وتلاتة وما اتعلمتش في المرة الرابعة أو العشرة إزاي أجيب حقي، يبقى أنا بقى اللي عايزة أبقى كده. فالخبر الكويس إنه حتى اللي ما اتعلمش المهارات دي وهو صغير هيتعلمها وهو كبير.